صلى على النبي. سلام اصدقائي، معكم يحيى من قناه كوماندو، ورجعت لكم في فيديو جديد. اصدقائي مو مشترك بالقناه يشترك ويفعل زر الجرس ويحط لايك على الفيديو عشان يوصل اكبر عدد من اللايكات. اوكي يا جماعه، اكثر رسائل عم تجينا على الانستغرام انه يحيى انت ليش ما عم بتنزل على انصاري، وشو السبب اللي انصاري ما عم بنزل فيها فيديوهات وما عم بيظهر على السوشيال ميديا ولا الانستغرام ولا اليوتيوب ولا التيك توك. يا جماعه جد انا ما عم بفهم، ما عم بفهم شيء ليش انصاري مختفي. عم ببعث له انصاري خارج التغطيه، عم بتصل فيه انصاري خارج التغطيه، يعني لا مكالمه لا صوت لا صوره. عم ببعث له رسائل على الواتساب كمان ما شخطه وحده وصلته. ثواني افرجيكم. حتى النت صار له من تقريبا من 4 ايام مطفي النت. شوفوا يا جماعه، هاي انصاري خلي فوكس، خلي فوكسي ما فوكسي. بعت له انصاري انا هون، بعت له انصاري وصلته شخطه وحده، يعني مو فاتح نت، لو فاتح نت عم بتصل عليه على الانستغرام مغلق الانستغرام، عم بتصل عليه على العادي على الوحدات كمان ما عبرت مطفي تليفونه. ثواني راح اتصل عليكم، راح اتصل جنبكم. ثواني عن جد يا جماعه، انا لحد الان ما فاهمين شيء. ثواني راح اتصل عليه جنبكم. انصاري شوفوا اسمعوا، هيك عم بيطلع لي. شفتوا؟ هاي قدامكم، حرجع اتصل. خط مشغول. شوفوا خط مشغول يا جماعة. تليفونه ما عم بيسحب تغطية، تليفون انصاري ما بيسحب تغطية، يعني ما بيطلع لا مطفي ولا شيء، تغطية ما بيسحب. عم بحاول اتواصل معه، تواصلت مع كذا شخص انه يدلنا على انصاري، ما حدا بيعرف شيء عن انصاري يا جماعة. ما بعرف شو صار مع انصاري، عن جد بتمنى انه ما يكون صاير معه شيء، وصار له فتره طويله ما منزل شيء على القناه. والحمد لله مثل ما بتعرفوا انه القناه تهكرت ورجع، الحمد لله رجعت القناه، بس انصاري لا وجود له. شو السبب يا يحيى؟ اذا بتعرفوا شيء انا بعرف، والله اقسم بالله يا جماعه ما بعرف شيء. كان على السريع طلعت وحكيت، يعني عزم الرسائل صار تجيني على الانستغرام انه يحيى اطلع واحكي. يحيى ده صاحبك، انت ما بتحكي عليه، ما بتطلع تحكي عليه، ما بتطلع تطمنا عليه. انت اقرب شخص بتواصل مع انصاري، يعني انت الشخص القريب على الانصار تتواصل معه، اطلع خبرنا. نحن بنحب الانصاري، بعرف انه انتم كلكم بتحبوا الانصاري، وكل الاسئله عم تجيني انه يحيى ليش عم تحكي عن انصاري، يحيى تواصل مع انصاري، يحيى انصاري صار شيء، يحيى. لا يا جماعه، انصاري ما صار شيء، ان شاء الله ما يكون صار شيء. بس مثل ما قلت لكم انه انا عم بتصل عليه تليفونه مغلق، عم ببعث له على الواتس مطفي النت، عم بدق له على الانستغرام ما عنده نت. شو السبب يا يحيى؟ الله العليم. حتى صار له اكثر من شهر تقريبا، اسبوعين 3 ما منزل شيء على القناه. ما بعرف شو صاير، شو عم بصير. هل انصاري وينه؟ انصاري الله مسكون. مسكته الشرطه مثل ما شفتوا اسمر وقت سوى الفيديو ده لانصاري، قال له انصاري انه انا عم بحكي معك من داخل السجن. طلع على الغابه هو والفريق عم بصوروا، عم طبت عليهم جندرمه، على ما اظن هيك سمعت من فيديو اسمر انه طبت عليهم جندرمه. اخذوا المعدات، اخذوا الكاميرات، اخذوا الفريق، اخذوا انصاري وحطوهم بالسجن. هل معقول هلطهم بالسجن؟ هل من معقول لهم ما طلعوا من السجن؟ هل من معقول طلعوا من السجن ومنعوه لانصاري انه يصور على اليوتيوب؟ بس ما اظن هالشيء، يعني ما اظن انه يمنعوه يصور على اليوتيوب. بس شو السبب انه انصاري ما عم بيظهر على السوشيال ميديا؟ الله العليم. بتمنى من كل شخص يدعي لانصاري اذا صار شيء، ان شاء الله هيك يعني تفرج عليه بأقرب وقت، لانه انصاري عن جد عم بظروف كثير صعبه وعم مر بشغلات كثير صعبه ما حدا بيعرفها غير الله. عن جد يا جماعه الانسان تعب كثير بحياته، لانه بجوز لانه انسان محترم وانسان بحب الخير، تعب كثير بحياته ولحد الان عم يتعب كثير بحياته. ما بعرف عن جد. طيب بدي احكي وصف بالله يا جماعه، بس حبيت اطلع احكي هالكلمتين انه ليش انصاري ما عم بنزل على الفيديوهات، ما عم بنزل شيء على اليوتيوب. يعني انا ما بعرف شو السبب، شو عم بصير مع انصاري، شو اللي عم بصير مع انصاري. ما حدا بيعرف لسه يا جماعه، لما يطلع انصاري بخير وسلامه ويحكي لنا القصه كلها من اول للاخير. كلياتنا عم نستنى الفيديو تبعت انصاري، ان شاء الله يرجع بخير وسلامه. وبدي ارجع احاول اتواصل، اشوف، اروح ادقدق، اشوف يعني اشوف الوضع شو صار مع انصاري. وان شاء الله يا جماعه اذا سمعت شيء جديد راح ارجع واطلع فيديو. احبكم يا جماعه، كان معكم يحيى زمان، مشترك بالقناه، اشترك وفعل زر الجرس وحط لايك على الفيديو ريدي. والسلام عليكم.